صاحبة القصة اسمي جنى وعمري حاليا 29 سنة. قصتي بدأت من لما كان عمري 7 سنين. كنت أعيش مع أمي وأبويا والاثنين كلهم يشتغلون. أمي معلمة وأبويا دكتور، وكان عندي أخت توأم اسمها جنان، وعندي 4 أخوان كلهم أكبر منا، يعني أنا وأختي التوأم آخر العنقود. كنا أنا وأختي وثنتين من صديقاتنا اسمهم نهى ومريم نخرج دايما مع أخويا الكبير بسيارته. نهى صديقة أختي ومريم صديقتي أنا. كنا نخرج ونسولف ونضحك ونلعب مع بعض. وقتها ما كان عندنا جوالات. لما صار عمرنا 15 سنة فجأة تغير كل شيء. نهى وأهلها نقلوا المدينة ثانية قريبة من المدينة اللي كنا فيها، وبعد سنوات من غياب نهى ولما صرنا في الصف التاسع تغيرت أختي عليا وتغير تعاملها معايا تماما. صارت تحب تكون لوحدها وتتضايق من وجودي معاها، ما عاد تتكلم معايا زي أول ولا تشاركني يومها ولا حتى تقول لي أسرارها. بديت أحس إنها تكرهني وتقول لي أنتي سبب بعد نهى عني، لأنك حكيتي لأهلها كل شيء ودمرتي مستقبلها ودمرتي سمعتها. طبعا أنا ما فهمت ولا شيء من كلامها. حكيت لمريم صحبتي عن تصرفات أختي وشكيت لها الحال. قالت لي مريم فترة وتعدي، وأكيد إنها تمر بفترة ضغوط نفسية وفترة وبترجع تكلمك وترجعون زي أول وأحسن. اطمأنيت أنا من كلامها وعدت الأيام. صارت أختي فجأة تجي تجلس معانا لكن ما تتكلم معايا، كل كلامها مع مريم، وإذا كانت مريم تكلمني تكون أختي ساكتة أو إنها تحاول تقاطع كلامنا وتلفت انتباهها عني. إلين ما جاء هذاك اليوم اللي سمعتهم وبالصدفة وهم يقولون اليوم راح تنتهي جنى ونرتاح منها. ما فهمت وقتها إيش يقصدون. وقبل ما تبدأ الحصة الأولى جاءت لجنة التفتيش بالمدرسة للتفتيش الدوري بالشنط عن الأجهزة والأشياء الممنوعة. ولما وصلوا لشنطتي انصدموا بأشياء تشبه البودرة ومجموعة حبوب غريبة. سألوني عنها، صرت أحلف إن ما هي لي وما أدري إيش هذه، لكنهم ما صدقوني وأخذوني الإدارة. صرت أبكي عند المديرة وأقول لها أنا ما أعرف إيش هذه ولا أدري كيف جات شنطتي. الإدارة ما سكتوا، اتصلوا على أهلي واتصلوا على الشرطة، ولما جو وأخذوا منها عينة اكتشفوا إنها ممنوعات. ذكرت كلام أختي المريم قبل الحصة وعلمت أمي وأبوي عن الكلام. جابوا أختي وحققوا معاها، والصدمة إيش قالت أختي ترى جنى لها كم شهر توزع الممنوعات، كانت توزعها للطالبات وكنت أنصحها كثير وأقول لها اتركيها ولا ترى بعلم أمي وأبويا، لكنها ما كانت تسمعني. أنا خفت عليها من أهلي فما تكلمت، لكنها مستمرة توزعها وتقول لي مالك دخل فيني. حتى أسألوا مريم كم مرة كلمتها ورفضت تسمعني. والصدمة الأكبر لما جات مريم وطلبوا شهادتها ووافقتهم على كل كلمة قالتها أختي جنان. وهنا أخذوني للقسم وتم تسجيل عقوبة مدتها 4 سنوات بتهمة المتاجرة بالممنوعات. قضيت سنوات بالسجن وتوقعت أن هذه السنوات هي الأسوأ بحياتي. ما حد زارني ولا أحد سأل عني، وقفت حياتي وتدمرت سمعتي، وللآن ما أعرف السبب أو ليش جنان سوت زي كذا. خرجت من السجن ورجعت بيت أهلي، وأنواع التعذيب النفسي والجسدي والإهانات منهم. وكانت مريم تجي تزور جنان باستمرار وصاروا صديقات مقربات مرة.